الحياة ليست عادلة ولكن الله عادل. بتحس بالظلم والقهر، بتحس انك مضغوط دايما ومتوتر ومش عارف ليه. طيب مزاجك بيتغير كتير، بتخش في حالات اكتئابية من فترة للتانية بصورة مستمرة وانت مش فاهم ايه السبب. حاسس ان في حد من اهلك بيأذيك او بالفعل حد بيأذيك من اهلك صحابك وانت مش عارف ازاي تعبر عن وجعك او تتفاهم معاه. انا هقولك ايه الحل. هتعرف اكتر عن صدمات الطفولة وازاي برضه تتخلص منها. طب والخلافات والناس اللي بتأذيني، انت هتعرف عن الألاعيب اللي بيستخدموها ضدك، عن حيالهم، شخصياتهم، سيكولوجيتهم. كمان هتعرف ازاي تتفاهم معاهم وتتعامل معاهم وازاي تكسب الخلاف معاهم بدون ما تتهزم، وكمان تكسبهم. هتعرف كمان اذا كانوا هم مأذيين فبيأذوك. طيب انت ممكن تكون بتعمل تصرفات مؤذية ليهم فبالتالي بتتأذي، بتاخد ردة الفعل يعني. كل ده هتعرفه في كتابي اللي هينزل ان شاء الله في معرض القاهرة الدولي للكتاب، واسم الكتاب محاط بالأوغاد لدار يورك للنشر والتوزيع.